في موضوع طالع ترند عجبني قوي وهو ازاي تربي راجل. اولا احنا لما نربي راجل بيترتب عليه حاجات كتيره جدا. اول حاجه ان احنا عمالين طول النهار نقول المجتمع بقى وحش، احنا بقينا وحشين، احنا ناس وحشه، احنا طول النهار بناكل في بعض، احنا طول النهار مش طايقين بعض. على فكره هو احنا اللي غلطانين وعملنا كده في المجتمع لسبب بسيط، ان احنا ما ربناش صح. في حاجات كتيرة جدا غلط احنا بنعملها في مجتمعنا. انا عايزة بس الناس وهي بتربي تبص لبره، خد الحلو اللي بره. ايه الحلو اللي بره؟ اللي بره ده ان هو علم الولد ان هو يعتمد على نفسه، علمهم ان الشغل ايا كان هتشتغل مش عيب. بره بيشتغلوا من وهم في ثانوي علشان ياخدوا درجات، لكن احنا بقى ايه غلطاتنا هنا اللي بوظت المجتمع وخلتنا مش طايقين بعض بالشكل ده؟ هقول لك بقى، هما تقريبا 13 14 نقطه، تحملوني شويه. احنا لما ابتدي نربي طفل او نربي راجل، احنا بنربيه من اول ما يطلع للمجتمع وهو في حضانه في النيرسي صغير. اول حاجه مثلا احنا وهو راجع من المدرسه، يعني ايه انت تشيلي له الشنطه؟ لا، ما تشيليش الشنطه، هو يشيل الشنطه. هو لازم يتحمل مسؤوليه طلباته وحاجته، هو اللي لازم يعتمد على نفسه. بعد كده ابنك لما يقع على الارض، هو يا ارض ونبوس الارض ونضرب الارض علشان الارض هي اللي وقعتك. لا، احنا كده بنعود اولادنا ان هم لما يغلطوا بيجيبوا اللوم على حد. مش انا اللي غلطت، مش انا اللي اتعبت، مش انا اللي ما خدتش بالي وانا ماشي. دلوقتي هو هيرمي اللوم على المدرسة لو ما جابش درجات كويسة، هيرمي اللوم عليكي ان انت مثلا قصرتي في اي حاجة من حقه، وبعد كده هيرمي اللوم على مراته ان هو فشل في اي شيء. لازم نعوده ان اي غلطة هو لازم يتحمل مسؤوليتها ويبقى صاحب قرار، وده مهم جدا. بعد كده عندنا حاجة تانية، ان الولد مش عيب ان هو يساعدك في المواعين، مش عيب انه يغسل طبقه، مش عيب انه يوضب سريره، مش عيب ان هو يساعدك في كل حاجة في البيت. ده على فكرة شيء صحي جدا ان هو يعمل كده. لازم يتعود ان هو قايم بعد الاكل لازم يشيل طبقه ويغسله. مش لازم ماما هي اللي هتخش تلم الهدوم وتلم وراه وتوضب الأوضة، لا. أي حاجة بدنية في البيت لازم تعودي ابنك اللي هو مسؤول عنها. لما تيجي تخرجي مع ابنك في الشارع وانتي مثلا هتركبوا مواصلات، هتركبي تاكسي، هتركبي أي حاجة، اديله هو الفلوس، هو اللي يحاسب. لأن ده شيء مهم جدا، ان انتي بتعوديه ان هو قدام الناس شخصية مسؤولة وان هو قائد. دي حاجات مهمة جدا. مش عيب ابدا ان انت تخلي ابنك ينزل يشتري اي حاجة انت عاوزاها، ده مهم جدا. لان لازم يعرف ان هو من واجباته ان هو طلبات بره البيت ما ينفعش يبقى انت واخته مثلا قاعدين او امه مثلا وهو انت تنزلي تجيبي طلباته وهو لا، وهو قاعد. ده ما ينفعش نوعي اصلا. بعد كده في حاجة برضو تانية مهمة جدا، الكلمة الحلوة. عودي ابنك يقول كلمة حلوة. وطبعا دي مشكلة تانية، لان هو مش شايف الاب بيقول كلمة حلوة للام. بس يا ريت الاب والام لو حتى بينكم اي خلاف ما يطلعش قدام الولاد. عودي ابنك يقولك شكرا وميرسي، وايه يا ماما الاكل الحلو ده، ايه يا ماما الحلاوة دي، ايه يا ماما الطيبة اللي انت فيها دي. اي كلمة طيبة هيقولها لك هتبقى حاجة حلوة. لازم تعودي ابنك ان هو يقول كلام كويس، وده هيساعده ان هو في المدرسة يبقى انسان كويس، ويساعد اصحابه ان هو بكلمات مشجعة. ده مهم جدا. ان هو في الشغل برضه يبقى لسانه كويس، ان هو يبقى الجواب اللين يصرف الغضب. ده مهم جدا ان هو يتعلمه، وده هيجي من الكلمة الحلوة. ان انا ما انفعلش بسرعة، ان انا ابقى هادي، ان انا اسمع. لازم ابني يتعود ان هو يسمع اكتر ما يتكلم. مهم كمان نعوده ان هو مش هيبقى يعني يبقى مسؤول عن اخته بس ما يتحكمش فيها. طول ما في اب في البيت فانتوا الاثنين الولد والبنت راجعين للاب، بس هو يقول كلمة حلوة لاخته، يطبطب عليها، لان ده مهم جدا. بدل ما تطلع البنت بره وتبقى عايزه تسمع الكلام الحلو من بره، لكن هي لو سمعته من اخوها او من باباها ده يكون حلو جدا. كمان حاجه تانية، اوعي تشيليها من بقك وتديها لابنك او بنتك. لو انت عملتي كده ما تحسسيهمش ان انت عملتي كده، لان هو هيتعود على كده.
هيتعود ان انت مثلا خدتي اكلك واديتيهوله، هيتعود ان انت خدتي مثلا من فلوسك الشخصيه اللي انت هتجيبي بيها حاجه مهمه ليكي واديتيها له، بالتالي هيطلع اناني. لازم يتعود ان هو مش كل حاجه هتيجي مره واحده، ان هو لازم يتعب، كل حاجه بتيجي في وقتها، يعني كل شيء تحت السماء وقت. احنا لازم نعود ولادنا على كده. انا مش الحاجه كن فيكون، لا، في كمان حاجات تانية سمعتها من دكتور اسمه هيب، دكتور نفسي انا بحبه جدا، بحب اسمع فيديوهاته. قال حاجه حلوه جدا، قال عود ابنك الشاطر ان هو يشرح لصاحبه البليد في المدرسه، ده هيثبت معلومه، هتديله ثقه في نفسه، هيكون قائد، وفي نفس الوقت هتبنيه نفسيا ان هو بيساعد الناس، وده مهم جدا ان انا اساعد الناس. كمان حاجه تانية، صاحب اللي ملوش صاحب، لان انت لما تصاحب اللي ملوش صاحب ده بيكون نبل منك، وفي نفس الوقت بيطلع شخصيه كويسه ان احنا نبتدي نتعامل مع مشكله صاحبنا ازاي ونحلها معاه علشان يبقى فريندلي مع الباقي. وقال حاجه كمان، اضحك مع صاحبك وما تضحكش عليه، يعني ده يلغي التنمر تماما، ان انا ما اضحكش على صاحبي. اعلم ولادي ان الكلمه لما هتطلع من بقي هتلف اللفه وهتتقال عليا، ده مهم جدا. اعلم ولادي ان لازم ينزل الفرح ده، ولازم يعزي ده، ولازم يقف مع صاحبه في اي مشكله، ولازم يتصل بفلان لو محتاجه، لو اي حد محتاجه ينزله. لازم اطلع ابني شخصيه كويسه، شخصيه ان هو هيساعد اي حد، شخصية انه هيطلع للمجتمع انسان كويس، لا اناني ولا مصلحتي فوق اي اعتبار. دي غلطة كبيرة جدا بنعملها، ان انا اقول يا حبيبي مصلحتك وبعدين شوف مصلحة غيرك. لا، ما انا ممكن جدا تبقى مصلحتي ومصلحة غيري. انا زي بالظبط لما يكون في شغل، ما انا اللي ربيت الولاد اللي هم في الشغل دلوقتي، اللي ممكن يدوس على اي حد علشان هو مصلحته، ما انا اللي مربياه. لا، في مصلحتي انا ممكن اكبر وغيري يكبر. ايه المشكله ان انا اكبر وغيري يكبر؟ هو انا لازم ادوس على الناس عشان اكبر؟ لا، ما ينفعش. انا لما هساعد غيري ربنا هيساعدني. في مبادئ كتيره جدا احنا افتقدناها في المجتمع، يا ريت يا ريت نرجع لنفسنا تاني ونفكر تاني. والام اللي بتربي في البيت تعلمه الحب والتسامح والسلام والاخلاص والتفاني، وان انا ابقى انسان كويس. لو احنا قعدنا ابتدينا نهتم بالجيل الجاي، اعتقد ان احنا هنطلع ولاد كويسين، او هنطلع مجتمع، او هنصلح المجتمع اللي احنا رافضينه وبنقول عليه وحش. في حاجة مهمة جدا انا دايما افكر فيها، وهي ان انا لازم اربي راجل اللي تاخده تدعي لي، ما تدعيش عليا. ده مهم قوي، ويا ريت يبقى هدفنا كلنا واحنا بنربي الرجاله. ما تحسيش ان ابنك ده المظلوم اللي ما حصلش. ابنك بشر، احنا مخلفين بشر، بيغلط وبيشوف اخطاء الاب واخطاء الام، وهيكتسب حاجات احنا مش عايزينها، بس هي بتطلع غصب عننا. الانسان اللي عايز ابنه كويس يتصرف قدامه تصرف كويس. يعني انت لو عايز ابنك يطلع انسان كويس وعلاقته كويسه بربنا، قوم صلي قدامه، امسك القران ولا الانجيل اقراه قدامه. انا مش لازم اقول له اقرا، هو لما يشوفك تقرا هتقرا. انت لما تاخده معاك الكنيسه الجمعه يوم الجمعه، ولا هتاخده الجامع يوم الجمعه، هو لوحده هيتعود على كده. اعملوا اللي انتوا عايزين تشوفوه في ولادكم، لان هو دي حاجه بالفطره. مهما قلت الفطره هتبقى اقوى كتير من الكلام في الحاجات اللي انا عايزه اعملها. يا ريت اكون فدتكم وجمعت لكم كل الافكار دي. باي باي.